حنا دابا في فتره الامتحانات دوزنا البكالوريا. الامتحانات اللي عندنا دابا هما الثالثه اعدادي، فلهذا الميساج غادي يكون متوجه مباشره للتلاميذ ديال الثالثه اعدادي اللي هما الان عندهم امتحان نهار 24 في شهر 6 اللي كنتمنى ان شاء الله انهم يدوزوه بخير وعلى خير. كيفاش نتعامل مع اي امتحانات او لا بالضبط مع المراجعه ديالي؟ الحاجه اللي ديما كنقول للتلاميذ انهم يعني ستريس، ماشي مشكل اننا يكون عندنا ستريس، عادي جدا وصحي انه يكون عندنا ستريس. بالعكس داك ستريس هو اللي كيعطينا واحد القوه دافعه اننا نوضو نبريباريو ونوضو نشمروا على راسنا، نقولوا راه الوقت ما بقاش، وبالتالي باش اننا كناخذوا الامور بجديه اكثر. غير هو ستريس خصو يكون يعني في حدود معقوله، ماشي ستريس اللي غادي يغلب عليا، فانا اللي خصني نتغلب عليه وانا اللي خصني نعرف كيفاش نتعامل معاه. النصيحه اللي خصني ندير فستريس التوجد ديالو ماشي حتى نهار الامتحان، فانا نهار ايام قبل الامتحان فانا كنبريباري راسي اليوم الامتحان. فبالتالي شنو خصني ندير؟ خصني اولا نحافظ على واحد النظام، واخا انني دابا في ايام يعني دو بريباراسيون ما كنمشيش للمدرسه، ربما كنمشي عندي السوايع اولا المراجعه، فهذا عادي جدا، ولكن خصني يكون عندي واحد النظام. اليوم ديالي خصو يكون منظم. دائما كنصح الوليدات انهم يبداو بالحفظ في الصباح، يبداو بمواد الحفظ لانها كتبغي واحد الطاقه واحد الجهد عالي، وهذه الطاقه كيكون عندي في الصباح. ومور الغداء ناخذ واحد فتره ديال الاستراحه ديال ساعه مثلا، اولا ممكن ناخذ حتى قيلوله ديال 10 دقائق 15 دقيقه، ومن بعد في العشيه كندوز المواد العلميه اللي هي كتحتاج تركيز، كتحتاج انني نقوم بتمارين. بالتالي فهاد النظام كيخليني محافظ على واحد الروتين، وكيخلي حتى المعارف ديالي تلصق بطريقه يعني اسهل. كما قلنا يعني المواد الادبيه في الصباح كنبقى بها، ومن بعد كنكون المواد العلميه. ومن الافضل ندير كل في الصباح مثلا نخدم جوج مواد ادبيه، مثلا نقدر نخدم التربيه الاسلاميه مورا العربيه، وفي العشيه كنشوف مثلا الرياضيات الفيزيك او علوم الحياه والارض. بالتالي هذا النظام وهذا الروتين كيخليني محافظ على واحد الهدوء، وحتى الجهاز العصبي ديالي فانا كيخليه يحس بالامان، لان كل ما كنت منظم كل ما الجهاز العصبي ديالي، كل ما العقل الواعي ديالي كيكون كيحس بانه بامان، وكيحس ان الامور مضبوطه الامور مسيطر عليها، وبالتالي ما كيخلينيش نعيش ستريس. فاذا خليت راسي انا عايش في العشوائيه وبدون اي روتين وبدون اي تنظيم يعني في اليوم ديالي، فهذا غيدخلني في الفوضى، والفوضى هي اللي غتعطي. كل ما كانت الفوضى كل ما العقل ديالي الواعي غادي تا هو غيعيش الفوضى وغيضغط عليا وغادي يحسسني بان الوقت ما كاينش، الوقت كيداهمنا، وباللي انا مازال ما درت والو، ما وجدت والو الامتحان، وباللي الامتحان راه كيقترب نهار بعد نهار. وهذا كله غادي يخليني نعيش فقط في ستريس وغيزيد الستريس ديالي. فمن الافضل انني كما قلت نتبع واحد الروتين منظم في اليوم كامل، ومن الاحسن انني نضيف عليه واحد نص ساعه او ساعه ديال الرياضه. نحاول نبعد من لي فاست فود، ناكل الاكل صحي من الافضل، عصائر، شرب الماء، هذا كله غادي يخلي اللوكور ديالي مرتاح، العقل ديالي كذلك مرتاح، لانه نهار الامتحان هو اللي غيخليني يرجع لي المعلومات بصوره سلسه وبلا ما يكون عندي حتى شي صعوبه.